كان اسمي نادية، ونشأت في قرية صغيرة جداً حيث الحياة بسيطة والعيش على قد الحال. أهلي ناس طيبون، لكن ظروفهم صعبة، وأنا الوسطى بين 7 إخوة. في الريف حيث نعيش، الإنجاب الكثير هو العيب، بغض النظر عن القدرة على توفير حياة كريمة. وأنا كل ما حلمت به هو الهروب من هذا الواقع المرهق. عندما بلغت 18 جاءني خطاب من عائلة كريم، الشاب الذي يعمل في المدينة وأسرته ميسورة الحال. كان كريم وحيداً لأبويه، أمه مريضة تجلس على كرسي متحرك، وأبوه حسن رجل عملي وحاد الطباع. وافقت على الزواج دون تردد، ليس لأنني أحببته، بل لأنني رأيت فيه منفذاً لحياة أفضل. وبالفعل تزوجت وانتقلت إلى منزل واسع يضم عائلته كلها. كريم كان مختلفاً تماماً عن توقعاتي، إنسان هادئ ملتزم محترم، ولم يبخل علي بشيء. كل ما طلبت كان يجيء، وكأنه يعوضني عن سنين الحرمان. مع الوقت أحببته حقاً، وأصبحت لا أتخيل حياتي بدونه. لكن المشكلة بدأت عندما تأخر حملي. حماتي وحمياه كانا يضغطان علي باستمرار: روحي اكشفي، تأكدي إنك سليمة. كنت أتهرب بالقول إننا لازلنا عرسانا جديدين، لكنهم لم يهدأوا. في النهاية ذهبت إلى طبيبة نسائية، وأكدت الفحوصات أنني سليمة تماماً. كتبت لي بعض المنشطات والفيتامينات، لكن دون جدوى. عندها طلبت مني حماتي أن يذهب كريم للكشف أيضاً. كان كريم متردداً في البداية، لكني أقنعته لإنهاء هذا الملف المؤرق. ذهبت وحدي لاستلام نتائج تحاليله، وما وجدته كان صاعقة حقيقية. المشكلة ليست فيه، بل فيه، وهو عقم شبه مطلق، لا أمل في علاجه. شعرت كأن الأرض تهتز تحت قدمي. كيف سأستمر؟ كيف أواجهه؟ كيف أواجه العالم كله؟ عدت إلى البيت منهكة، حزينة، خائفة. لكن الذي انتظرني كان أسوأ مما كان. دخلت المنزل وأنا بالكاد أقف على قدمي، ووجهي شاحب، والعيون تفضح ما بداخلي. كان حماي حسن جالساً في الصالة. لاحظ حالي فوراً، لكنه لم يسأل أمام أحد. انتظر حتى دخلت غرفتي، ثم تبعني بعد دقائق. سألني بهدوء: إيه اللي حصل يا بنتي؟ أنتِ مش طبيعية. لم أملك إلا البكاء، وأخبرته بكل شيء، أن كريم لا يمكنه الإنجاب أبداً. بدلاً من أن يصعق أو ينهر، تفاجأت بهدوئه الغريب. نظر إلي بعينين حادتين وقال: اللي تعرفيه أنتِ بس، وما حد يعرفه غيري وغيرك. لو كريم عرف الحقيقة حيطلقك في ثانية، هترجعي لبيت أهلك الفقير، وهترجع حياتك للصفر. كل اللي وصلتي له يروح. حاولت أن أقول له إن كريم سيطلب التحاليل حتماً، لكنه قاطعني بثقة: أنا هدبر الموضوع، هعمل تحليل لنفسي وحط اسم كريم عليه. الفرق بين اسمنا حرف واحد فقط، وهخلي التحليل السليم معاكي، والتحليل الحقيقي يختفي للأبد. صدمني كلامه، لكني كنت خائفة ومرتبكة. كنت صغيرة في السن، لم أتجاوز 19، ولا أفهم في تعقيدات الحياة الزوجية. شعرت أن لا خيار أمامي. وافقت على مضض، وبالفعل فعل حماي ما قاله. جهز التحليل المزيف وأعطاني إياه. عندما سأل كريم أريته إياه واطمئن. ذهب إلى طبيب آخر وأظهر التحليل، فأكد الطبيب أنه سليم. وهكذا انتهت الحكاية من ناحيته. منذ ذلك اليوم تغيرت معاملة حماي لي. أصبح أكثر لطفاً، وأكثر قرباً، وأكثر تدخلاً في تفاصيلي. كان يلمح لي أن كل شيء سيكون على ما يرام طالما أنا أطيعه. لم أفهم في البداية ما يريده بالضبط، لكني كنت أشعر بثقله علي. ثم جاء اليوم الذي انهار فيه كل شيء. في إحدى المرات التي خرج فيها كريم للعمل، وكنت وحدي في المنزل لأن حماتي كانت عند ابنتها،
طرق حماي باب غرفتي. دخل دون استئذان، وكان معه مفتاحه الخاص الذي يفتح كل غرف المنزل. قال لي ببرود: عايزين نكمل اللي ناقصك. سألته خائفة: ناقصني إيه؟ أجاب: اللي مخلينيكي تفضلين هنا، واللي يخليكي تحافظين على كل حاجة حواليكي. عندها فقط فهمت ما يخطط له. لم أستطع المقاومة. لا أعلم إن كان الخوف هو من دفعني للاستسلام، أم اليأس، أم الشعور بالذنب الذي يقتات داخلي. المهم أن كل شيء حدث بسرعة. حماي اقترب مني وأنا لم أصرخ، لم أدفعه، لم أهرب. كنت كالجثة الهامية. تذكرت كلماته: لو كريم عرف الحقيقة هتخسري كل شيء. وكان هذا الخوف هو سلاسلي. بعد ذلك اليوم تكرر الأمر أكثر من مرة. في كل مرة كان حماي يجد فرصة: عندما يخرج كريم، عندما تكون حماتي نائمة، عندما يكون البيت خالياً. كنت أستسلم دون صوت، وأتمنى أن تمر الأيام بسرعة. أقنعت نفسي أنها مجرد مرحلة، وأن الأمر سينتهي بمجرد أن يهدأ. لكن الحياة لم تكن رحيمة بي. بعد شهرين تقريباً بدأت أشعر بالتعب والغثيان. ذهبت لزيارة أمي في القرية ومرضت هناك بشدة. اتصل كريم بي وأخبرني أنه سيأتيني وأخذني إلى طبيب. هناك فاجأني الطبيب بخبر صادم: أنت حامل. كريم كان في حالة ذهول، ثم انفجر فرحاً كالأطفال. لم أره هكذا من قبل، يبكي، يضحك، يشكر الله. لكن داخلي كان يحدث شيء مختلف تماماً. كنت أعرف أن هذا الطفل ليس من كريم، بل من حماي. شعرت بالغثيان، ليس من الحمل، بل من القرف الذي يملأ روحي. كريم أصر على أن أستريح تماماً. منعني من عمل أي شيء. قال لي: أنت هتخلفي لي وريث، وأنا هخلي حياتك جنة. كلمات كانت مثل السهام في قلبي. كلما كان لطيفاً، كلما شعرت بالذنب يتضاعف. حملت طوال 9 أشهر، وفي كل يوم كان حماي ينظر إلي بنظرات المنتصر. لم يعد يلمسني بعد أن تأكد من الحمل، لكن عينيه كانت تقول كل شيء. وعندما وضعت طفلي كان الشبه واضحاً جداً، لا بينه وبين كريم فقط، بل بينه وبين جده حسن. صاروا الثلاثة كأنهم نسخة مكررة. كبر الطفل وأحبه كريم كأنه روحه. سماه عمر، وأصبح كل شيء في حياته. أما أنا فعشت في صمت سنوات طويلة، أخدم حماتي المريضة، وأخدم كريم، وأخدم حتى حماي الذي أصبح ظل الثقيل. لم يحدث بيننا شيء بعد ذلك، لكني كنت أعرف أن هذا الهدوء لن يدوم للأبد. ثم جاء اليوم الذي توفيت فيه حماتي، وفتحت أبواب الجحيم من جديد. بعد 16 عاماً من الزواج توفيت حماتي. كانت امرأة طيبة ضعيفة، لم تكن تعرف شيئاً عما يحدث. مع رحيلها تغير ميزان القوى في المنزل. كريم كان يخرج للعمل باكراً، وابني عمر يذهب إلى المدرسة، ويبقى أنا وحماي حسن في البيت معظم اليوم. في البداية كانت الأمور طبيعية. كنا نتحدث قليلاً، نتناول الطعام، كل واحد في حاله. لكن بعد أسبوع واحد فقط بدأت نظرات حماي تتغير. أصبحت أكثر إلحاحاً، أكثر جرأة. وفي يوم قال لي بصراحة: تعال نكمل اللي بدأناه زمان، الدنيا هديت ومفيش حد هيعرف. رفضت. قلت له بحزم: خلاص اللي فات مات. أنا بقيت كبيرة وعندي ابن ومرتاحة في حياتي. لا تفتح هذا الملف ثانية. ضحك ضحكة باردة وقال: خلاص؟ على كده؟ تفتكري الموضوع بيمشي بالسهولة دي؟ ثم أخرج من جيبه ورقاً أصفر. كان التحليل الحقيقي لكريم الذي أخفيناه منذ 16 عاماً. قال: الورقة دي لسه موجودة. لو جوزك شافها هيعرف إنه هو السبب في كل شيء، وإن اللي خلفته مش ابنه. هتخسري كل حاجة. كريم هيطلقك، وعمر هيتبرأ منك، وترجعي لأهلك خسرانة فاضحة.
شعرت وكأن سكيناً تدخل في قلبي. هذا الرجل كان يخطط لكل شيء منذ البداية. لم يكن يريد فقط استغلالي، بل كان يبني شبكة من الخوف تربطني به للأبد. عرفت أن لا مفر من الاستسلام. وافقت وأنا أبكي في داخلي، وبدأ الكابوس من جديد. أصبح حماي يطلب لقاءات سرية أكثر من مرة في الأسبوع. كنت أذهب إليه خائفة، وأعود إلى غرفتي وأنا أشعر بالقرف من نفسي. كريم لم يكن يشك في شيء، كان يظن أن والدته كانت آخر مشاكله. ابني عمر كبر وأصبح شاباً، وبدأ يشبه جده وحماي بشكل لا يصدق. نفس العيون، نفس طريقة المشي، حتى نفس نبرة الصوت. كنت أتساءل: أين المخرج؟ كيف يمكن لامرأة في مثل عمري أن تبدأ حياة جديدة؟ ثم خطرت ببالي فكرة مجنونة: أن أخبر كريم بالحقيقة كلها. لكني كنت أعرف ما سيفعله. سيصدمني، سيطردني، سيفضح أمري أمام القرية كلها، وحماي سينتصر في النهاية. في ليلة من الليالي، بينما كنت أفكر في الانتحار كحل وحيد، سمعت صوت خطوات ثقيلة تقترب من باب غرفتي. لم يكن أحد، كانت مجرد أوهام سمعية ناتجة عن التوتر والقلق. لكن تلك الليلة كانت نقطة تحول. أدركت أن الاستمرار على هذا الحال سيقودني إلى الجنون أو الموت. بدأت أفكر بجدية في كيفية الخروج من هذه الدائرة الجهنمية دون أن أخسر كل شيء. فكرت في عدة خيارات. الأول، أن أهرب مع ابني عمر إلى مكان بعيد حيث لا يعرفنا أحد. لكن أين سأذهب؟ لا أملك مالاً، ولا أملك سوى القليل من العلاقات. ابني في 16، وهو متعلق بكريم الذي يعتبره والده الحقيقي. هدم هذه العلاقة سيكون قاسياً عليه. الخيار الثاني، أن أتحدث مع حماي وأحاول إقناعه بالتوقف مقابل أن أظل صامتة. لكني أعرف طبعه جيداً، هو لن يتوقف أبداً، لأنه يرى في أداة متعة وسلطة في آن واحد. الرجل الذي زور التحاليل وخطط لكل هذه السنين لا يعرف معنى الرحمة. الخيار الثالث، أن أواجه كريم بالحقيقة كاملة مهما كانت العواقب. لكني أعرف أن كريم قد ينهار نفسياً، وقد يلحق الضرر بحماي أو بنفسه، كما أنني سأصبح منبوذة اجتماعياً. في قريتنا، المرأة التي تخون زوجها تحرق حياً حتى لو كانت مكرهة. الخيار الرابع، أن أستعين بشخص ثقة من خارج العائلة. لكن من؟ أهلي في القرية البعيدة لن يصدقوني، أو سيقولون إنها مؤامرة مني لتبرير ذنبي. أصدقائي قليلون، وجميعهم من معارف عائلة كريم. لا أحد سيقف بجانبي. قررت أن أبدأ بخطوات صغيرة. بدأت أكتب مذكراتي سراً، أسجل فيها كل التواريخ والتفاصيل تحسباً لأي يوم تحتاج فيه إلى دليل. اشتريت هاتفاً صغيراً لا يعرف به أحد، وصورت بعض الرسائل والتهديدات التي كان يرسلها حماي عبر تطبيقات المراسلة. في الوقت نفسه بدأت أتعامل مع حماي ببرود وحذر، أرفض طلباته بقدر المستطاع، وأحاول إيجاد أعذار لعدم البقاء وحدي معه. أحياناً أخرج من المنزل بحجة زيارة أمي، وأبقى هناك لأيام، لكن هذا لا يحل المشكلة، بل يؤجلها فقط. ذات يوم وجدت حماي يفتش في غرفتي. عثر على الهاتف السري، وأخذ يهددني بأنه سيدمر حياتي إذا استمررت في هذه الخيانة كما وصفها. قال لي: أنت إما تبقين مطيعة، وإلا هتشوفي اللي يخليكي تتمني الموت. عندها أدركت أن الوقت قد حان لاتخاذ قرار مصيري. لا مجال للتردد بعد الآن. في صباح اليوم التالي استيقظت مبكراً قبل الجميع. جلست على حافة السرير وأنا أحدق في المرآة. المرأة التي رأيتها كانت تبدو أكبر من عمرها بكثير. عيناها حزينتان، ووجهها متعب من سنوات الخوف والكبت.
قلت لنفسي: أنت إما هتوقفيه النهاردة وإما هتكملي زومبي بقية حياتك. قررت أن أتحدث مع ابني عمر. لم أخبره بالحقيقة كاملة، لكني سألته سؤالاً غامضاً: لو في حد بيأذيني في البيت، إيه اللي تعمله؟ نظر إلي باستغراب ثم قال: أي حد يزعلك يا ماما، أنا هخليه يندم. شعرت بالخوف فجأة، لا أريد أن يتحول ابني إلى قاتل أو مجرم. تراجعت عن الفكرة، ثم فكرت في الاستعانة بزوجي كريم نفسه. لكن كيف؟ لا يمكنني أن أخبره مباشرة، لكن ربما أستطيع أن أوحي له بشيء دون أن أتهم أحداً. مثلاً، أترك باب غرفتي مفتوحاً عندما يكون حماي معي، أو أصرخ بصوت عال لعل أحداً يسمع. لكن كريم كان نومه ثقيلاً، وأبواب المنزل عازلة للصوت. في النهاية لجأت إلى حل يائس. اتصلت بخط مساعدة النساء المعنفات في المدينة القريبة. تحدثت مع مستشارة بصوت مبحوح، وأخبرتها بكل شيء دون أن أذكر أسماء حقيقية. نصحتني بتوثيق كل شيء، ثم اللجوء إلى الشرطة إذا شعرت أن حياتي في خطر. لكنها حذرتني: في المجتمعات الريفية المحافظة قد تكون النتيجة عكسية، قد تتهمين أنت بدلاً من المعتدي. هذا هو ما كنت أخشاه. في قريتنا الضحية غالباً ما تتحول إلى مجرمة، وخصوصاً أنني وافقت في البداية بالصمت ولو عن إكراه على ما حدث. المحامون سيقولون: لو كنت مكرهة لصرخت أو هربت. لكن من يفهم نفسية امرأة خائفة فقدت كل شيء؟ أنا الآن أكتب هذه الرسالة كاستغاثة أخيرة. لست أبحث عن شفقة، بل عن حل. أي حل؟ كيف أتخلص من هذا الرجل الذي يهددني بفضحي؟ كيف أحافظ على كرامتي أمام زوجي الذي أحبه؟ كيف أحمي ابني من معرفة حقيقة أبيه البيولوجية؟ لو كان لديك أي نصيحة، أي فكرة، أي مخرج، فأرجوك أخبرني. حياتي معلقة على خيط رفيع، وكل يوم يمر أكون أقرب إلى الانهيار. لا أريد أن أموت، ولا أريد أن أجن. أريد فقط أن أعيش بسلام. فهل من عاقل يرشدني إلى النور في هذا الظلام الدامس؟